القوة تبان في السيف، تبان في القتل، لكن في قوة أكبر من كده بكتير. قوة الكلمة، قوة الثبات، قوة إنك تفضل ثابت قدام الحق مهما كان. مين يقدر يكون بالشجاعة دي؟ مين يقدر يواجه الطغاة وهو مش خايف؟ مين يفضل ثابت على الحق حتى لو فقد كل اللي بيحبه؟ السيدة زينب بنت علي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعد ما شافت كل أهلها بيتقتلوا قدام عينيها وقفت بكل قوة وشموخ وقالت ليزيد: والله لن تمحو ذكرانا. اتولدت السيدة زينب بنت علي سنة 6 هجريا في المدينة المنورة، في بيت كله نور وبركة وإيمان وعلم. أبوها الإمام علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة الزهراء، وجدها النبي. يعني اتربت في أعظم بيت في التاريخ الإسلامي. ومن أول لحظة في حياتها كانت زينب مختلفة، اتربت على الحق والصبر، وكانت نسخة مصغرة من أمها في الحياء والطيبة والقوة. جدها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حب كبير، وكان دايما يكرمها ويدعي لها، وبيوصفها إنها تشبه أمها في كل حاجة. وعلي بن أبي طالب كان بيقول إنها أقرب واحدة ليه في الحكمة والبلاغة، وكان كل يوم بيعلمها دروس في الفصاحة والقوة. وكبرت زينب وسط الحسن والحسين، وما كانتش علاقتها بيها مجرد أخوة، لكن كانت بالنسبة لهم أم تانية. كانت أم تانية ليهم بعد وفاة فاطمة، كانت معاهم دايما وبتشاركهم في كل حاجة، وبتتأثر بكل موقف بيمروا بيه. ومن الحاجات اللي بتميز زينب رغم إنها من بيت النبوة إلا إنها عاشت حياة بسيطة جدا بعيدة عن الطرف، مليانة بالعبادة والعلم. وكانت بتقضي وقتها في قراءة القرآن وتعلم النساء، وده خلاها قدوة لكل النساء في المدينة المنورة. حياتها في بيت أهلها كانت مليانة حب وترابط، لكنها ما كانتش تعرف إن الأيام الجاية مخبية لها اختبارات صعبة، إنها تتحول من بنت عاشت في دفء العائلة لرمز للصبر والصمود قدام الطغيان. توصل السيدة زينب رضي الله عنها لأصعب لحظة في حياتها، اللحظة اللي هتتحولها من مجرد أخت بتدعم إخواتها لقائدة بتحمل راية الحق وسط الظلم والطغيان. تبدأ القصة في سنة 61 هجريا، لما كان الحسين متوجه ناحية العراق بعد ما أرسلوا له أهل الكوفة إن هو يجي لهم عشان يكون قائدهم بدلا من يزيد بن معاوية. زينب كانت معاه مش بس كأخت، لكن كسند روحي ومعنوي، شايفة إن طريقه هو طريق الحق. لكن الأمور اتغيرت بسرعة. الكوفيين خذلوا الحسين، ولقى نفسه وحيد مع أهل بيته، عدد قليل جدا من أنصاره قدام جيش ضخم جدا ليزيد بن معاوية وقيادة عبيد الله بن زياد. في يوم عاشوراء حصلت المأساة الكبرى، استشهد كل أنصار الحسين واحد ورا التاني قدام عيون زينب اللي كانت واقفة وسط النساء قلبها بيتقطع، لكنها ما بكيتش بصوت عالي وما صرختش، فضلت ثابتة وبتحاول تفضل قوية عشان تثبت النساء والأطفال. ولما وقع سيدنا الحسين شهيد كانت دي اللحظة اللي غيرت حياة زينب للأبد. شافت أخوها غرقان في دمه، لكنها رفعت راسها للسماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. لكن يا ريت القسوة تكون خلصت هنا، لا، ده يزيد حرق كل خيم أهل البيت وخد النساء والأطفال كأسرى. فضلت زينب هي الحامية الوحيدة ليهم وسط كل الظلم ده. وصلت زينب لمجلس عبيد الله بن زياد، وكان بيكلمها بكبر، لكنها وقفت قدامه بكل ثبات وقالت له: وما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. إنها بتقول إن اللي حصل ده أصلا مش هزيمة لكنه نصر حقيقي. بعدها انتقلت لمجلس يزيد في دمشق، وهناك حصلت أقوى لحظة في حياتها. وقفت في وسط المجلس وقالت: والله لا تمحي ذكرانا ولا تمحي وحينا. فضلت تتكلم عن ظلم يزيد وظلم اللي عملوه في أهل البيت، لدرجة إن كل اللي في المجلس تأثروا وبدأوا يبكوا، وبدأ يزيد يحس إن هو مهزوم قدام قوة كلمتها. في اللحظة دي زينب ما كانتش مجرد أخت شهيد وبس، لكنها كانت حامية للبيت، إنها كانت المدافعة عن كرامة أهل البيت وحامية تاريخهم من التزوير. وبعد ما خرجت زينب من مجلس يزيد كانت عارفة إن رسالتها ما خلصتش، وإنها لازم تكمل رسالة أخوها الحسين. بعد طلاق سراحها رجعت تاني للمدينة المنورة، المدينة اللي رجعتها مش هي اللي خرجت منها. كان كل شيء اتغير، أهلها ماتوا وبيتها اتحول لذكرى، والحزن كان مالي كل مكان. وسط كل ده زينب ما كانتش امرأة حزينة، لكنها كانت صوت الثورة والصبر. وفضلت زينب تحكي للناس اللي حصل في كربلاء، تنشر تفاصيل المجزرة اللي حاول يزيد يخفيها.
كانت بتجمع النساء والرجال وبتفضل تحكي لهم عن ازاي الحسين كان صوت الحق، وانه ازاي دافع عن الحق. ده كان سبب ان الحسين يفضل حي في قلوب المسلمين. كلامها وانتشار قصتها خلى يزيد يخاف من تأثيرها. بدأت الأخبار تتنقل عن أهل المدينة يغضبوا من يزيد واللي عمله. أدى بعد كده لقيام ثورة ضد حكم بني أمية. ورغم الألم زينب قررت تكرس حياتها لنشر الحق، وكانت أول امرأة في الإسلام يكون ليها دور قيادي بعد مذبحة كربلاء. وكانت نموذج مش بس للمرأة القوية في بيتها، انها قادرة تواجه الظلم وتنقله للأجيال اللي بعدها. وبعد فترة من العيش في المدينة قررت زينب ان هي تروح تعيش في مصر، وهناك استقبلها اهل مصر بحب واحترام كبير. فضلت هناك تنشر العلم والقصة الحقيقية لكربلاء لحد ما توفاها الله سنة 62 هجرية. وقصة السيدة زينب دي رسالة لكل حد بيمر بمحنة. القوة دايما مش بتكون في السلاح، لكنها قد تكون في الكلمة، في الثبات، في القوة قدام الحق. فضلت زينب رضي الله عنها صوت أهل البيت، واجهت الطغيان بكلمات لسه مداوية في التاريخ لحد النهاردة. لكن يا ترى مين كمان من نسل فاطمة الزهراء اللي كان ليه دور غير في شكل التاريخ الإسلامي؟ استنونا في الفيديو الجاي عشان نكمل الرحلة مع عظماء بيت النبوة.